تخيل انك تحوش فلوس عشان تروح تشتري دمية، والدمية دي هي دمية لابوبو. انتشر من فترة فيديوهات لعروسة لعبة اسمها لابوبو. العروسة دي شكلها يبان عليها انها كيوت ولطيفة قوي، وانك لو بتحب الشكل ده من العرايس مش هتفكر كتير وهتشتريها. بس تخيل انك بعد ما اشتريتها لقيتها بتتحرك بالليل، هل هتفضل محتفظ بيها؟ وحصل بسبب الدمية دي قصص هي فعلا مرعبة. القصة الأولى من بنت اسمها ريم. ريم بتقول أنا ما كنتش بحب العرايس قوي حتى من وأنا صغيرة، ولكن لما بدأ يظهر الترند بتاع العرايس شكلها الصراحة شدني وكنت عايزة اشتريها. نزلت المحلات وبدأت أدور عليها في السوق، بس ما كنتش لاقيها خالص، وده لأن اللعبة دي مطلوبة جدا، لحد ما بالصدفة لقيت راجل قاعد على الرصيف وبيبيع عرايس للأطفال، وكانت من ضمن العرايس دي هي العروسة لابوبو. جريت على الراجل وسألته هي بكام، وقال لي سعرها، وانا استغربت من سعرها لانه كان رخيص جدا. دفعت الفلوس وروحت البيت وحطيتها على السفرة، وبعدها دخلت الحمام وخرجت ببص على العروسة لقيتها على الكنبة، وكانت عيون العروسة بتبصلي في الاول، قلت انا بيتهيألي، بس بعد كده اتأكدت ان في حاجة غلط، لان لما دخلت نمت وصحيت صحيت على صوت حاجة بتتحرك عندي في الأوضة. حاولت أقوم من السرير بس كنت حاسة ان في حد ماسكني ومثبتني. لما بصيت تاني لقيت العروسة دي واقفة ومعاها سكينة. انا عارفة انك مش هتصدقني، بس ده اللي حصل، وكاميرا المراقبة كانت مصوراه. انا بعدها حسيت ان جسمي فك وقدرت ان اقوم. اول حاجة عملتها لما قمت مسكت اللعبة دي ورميتها من الشباك، وحلفت ان عمري ما هدخلها البيت عندي تاني. تعرف انه بيتقال عن اللعبة دي انها بتغسل دماغ الاطفال، بمعنى ان اللعبة دي اي طفل صغير بيشوفها بيتجنن عليها وبيقول انه لازم يشتريها حالا، وكأنها مسيطرة عليه، وده لان شكلها حلو في نفس الوقت شكلها يجذب الاطفال. وفي اوقات كتير بيجبروا الاهل انهم يشتروا العروسة دي، هما ما يعرفوش انها عبارة عن شيطان مستخبي في شكل دمية. تعرف ان في مرة اب اشترى لبنته العروسة دي، وبمجرد ما البنت شافتها فضلت تصرخ وتقول لهم يبعدوها عني، لدرجة انها طلعت تجري من مكانها اول ما شافتها. ليه ممكن تكون الطفلة خافت قوي كده؟ بيتقال ان الاطفال بيقدروا انهم يحسوا بوجود الاشباح والجن اكتر مننا، بمعنى انك ممكن تلاقي اخوك الصغير مثلا بيبص حواليه كتير، خصوصا الاطفال اللي لسه مولودين، وبيتقال انهم بيكونوا شايفين الملايكة والشياطين. وبيتقال ان لعبة لابوبو جوه عينيها كاميرا مراقبة. الكاميرا المراقبة دي بتصور كل حاجة وبتبعتها لناس موجودة في الدارك ويب، ده عشان يقدروا يحددوا هم عايزين يخطفوا مين الفترة الجاية، لان زي ما احنا عارفين ان الدارك ويب بيكون فيها ناس كتير مخطوفة، وانت جايز تكون الضحية الجاية. بطل القصة التانية بيحكي وبيقول انا كانت مراتي بتعشق تجمع الانتيكة والحاجات اللي باين عليها انها قديمة. دخلنا مكان قديم بيبيع الحاجات دي، وكنت ملاحظ ان الصور اللي متعلقة كانت كلها بتبص علينا. لقيت الراجل ده جاي علينا وكان مكتوب على التيشيرت بتاعه اهلا في الجحيم. مراتي قالت له لو سمحت احنا كنا عايزين نشتري كام عروسة لعبة كده. قال لها طبعا يا مدام اتفضلي. خدنا معاه وادى مراتي كيسة عشان تحط فيها العرايس اللي هي عايزاها، ولما جينا نحاسب
لان طبعا الاسعار غالية قوي. ساعتها الراجل ده قال لنا حاجة غريبة: بصوا انا هخفض لكم الاسعار مقابل انكم تشتروا العروسة دي. وقال لنا ان دي عروسة اسمها لابوبو، وان دي النسخة الاصلية منها، وان اللي موجود في السوق دلوقتي هي النسخ اللي مش حقيقية. قلت له انت مجنون شكلك كده، وقلت لها يلا يا حبيبتي نروح مكان تاني. قال لي بص انا هديك العروسة دي مجانا بس لازم تشتريها مني. فسألته هو ليه عايز يتخلص منها قوي كده، فقال لي ان احنا اول زباين ندخله من فترة طويلة، فهو عايز يبيع وخلاص. خدناها منه وفي الاخر واحنا خارجين لقيناه عمال يضحك ومبسوط قوي. ركبنا العربية واتحركنا للبيت. اول ما وصلنا مراتي حطت العروسة على الكنبة. يومها لما كنا نايمين سمعت صوت جاي من تحت، نزلت من الأوضة وفتحت النور ما لقيتش حاجة. بعد كده مراتي بدأت تلاحظ ان العروسة دي بتتحرك من مكانها، بمعنى انها كانت بتلاقيها في اماكن مختلفة كل شوية، وكل شوية بتقولي انا السبب وانا اللي بغير مكانها. ساعتها الصراحة اتعصبت على مراتي ومسكت العروسة ورميتها في الزبالة، وقلت لمراتي لو لقيتها بتقولي كده تاني او على الاقل طلعت العروسة من الزبالة اقسم بالله هطلقها تاني يوم. لما نزلت الصالة لقيت العروسة قاعدة على الكنبة وكأنها بتتفرج على التلفزيون. ساعتها قلت لمراتي انها عايزة تخرب بيتنا بايديها. قالت لي انا والله ما عملتش حاجة. يومها بالليل صحينا انا ومراتي لقينا زي خرابيش في جسمنا كلنا، واحنا الاتنين كان عندنا نفس العلامات بالظبط. جبت كاميرا المراقبة وخليتها تراقب العروسة، ولما شفت الكاميرا وسرعتها لقيت ان العروسة فعلا بتتحرك لوحدها. حرقنا كل حاجة اللي مراتي اشتريتها من المحل الملعون ده، عشان كده الراجل ده كان عايز يتخلص من العروسة. فبعد كده خلي بالك كويس لما تفكر تشتري العروسة دي، عشان صدقني العروسة دي هي بتبقى عبارة عن جحيم لأي حد بيفكر يشتريها. والقصة دي حقيقية، فهل تصدق أم لا تصدق؟